حاجه لما بتحصل انت بتستغرب لها جدا، وانا هقول لك حلها. بتلاقي اتنين منفصلين سواء كانوا متجوزين او مخطوبين او مرتبطين بيجيبوا سيرة بعض بحاجة حلوة جدا، باسلوب حلو جدا، بطريقة حلوة جدا. انتوا كاهل او كاصحاب بتستغربوا، وما بتلاقوا مفيش عيب بتحاولوا تقربوا المسافات. سواء لو كانوا اهل معاهم رقم بيحاولوا ان هم يتواصلوا معاه، مش اهل صحاب بيحاولوا ياخدوا الرقم من تليفونها، او يخلوها تسجل المسج مثلا، او يتفقوا معاها على اتفاق ويبعتوا له المسج دي، او يحاولوا يوصلوا له او يوصلوها انها هتتخطب بالكذب او كده عشان تغير او عشان هو يغير ويتحرك. انا هقول لكم حاجه حلها في النقطه دي. النهايات اخلاق. اتنين سابوا بعض اكيد في مشكله خلتهم يسيبوا بعض، مشكله جامده. سواء كان الشخص ده ما بيوفيش بوعده، كذب في بعض الامور، كذبت هي في بعض الامور، ما تقبلتش وضعه المادي والاجتماعي، هو ما تقبلش حاجات معينة في حياتها، لكن هو اخلاقه واخلاقها تمنعهم ان هم يقولوا. فهتلاقيهم دايما بيتكلموا عن بعض بافضل الصور، وما حصلش نصيب، واحنا ما فيش حاجه، واحنا مش اول اتنين، وبالعكس هو يستاهل احسن واحده في الدنيا، وهي تستاهل احسن واحد في الدنيا. فرجاء خاص. مفيش حد لما بيعرف ان، لما تسمعوا ان اتنين بيتكلموا عن بعض يعرفوا ان في مشكله مهمه، بس هم مش هينفع يجيبوا سيرتها. يعني هم مش عايزين يفتكروا بعض بصور وحشه عشان يستمروا ويشوفوا الاحسن ويرتبطوا بحد احسن. حلو كده. آه. الاحلى بقى ان من فضلكم محدش يحاول من الاهل او من الصحاب محدش يحاول يقلل من شخصيه البنت او من شخصيه الراجل ويتدخل في النقطه دي. لان واحد ساب واحده ومشي لاي سبب من الاسباب، وتقبل ان هو سابها ومشي، او انها مشيت، ما ينفعش مش سبب انها هتتجوز، او ان هم يعملوا مكيده انها هتتجوز، او ان هو هيتخطب. دي بتتفهم عند الشخص التاني ان البنت او الراجل تلقيحه، زقين حد عليه، زق حد عليه عشان يرجع لها. فمهما كنتوا اطراف بتحبوا البنت دي وبتحبوها قوي، او بتحبوا الراجل ده وبتحبوه قوي، اهل او صحاب، سيبوه يختار حياته بطريقته. لان في حاجات هو مش عارف يجيب سيرتها، في حاجات هو ما كانش متوقع انها تحصل، فمش عايز يجيب سيره الخذلان عشان ما يتوجعش. كفايه ان هو تخلص من وجعه ومتماسك وقادر ان هو يتعايش وقدر ان هو يتناسى، فما تدوسوش على الجرح عشان ما ينزلش تاني. وانا شايفه ان هو اللي قرر يفضل ساكت في البدايه مش هيجيب سيره الموضوع في النهايه يعني. فلو سمحتوا احترموا حريه الاخرين يعني، احترموه في النقطه دي. انا جاوبتك على النقطه اللي محيراك، واتمنى ان انت تحترم حريه غيرك. واللي بيصمت في الارتباط او ما بيقولش اسباب او ما بيقولش حاجات، فانا بحترم ده، لان العلاقه اللي بين اتنين تخص اتنين، لا تخص اهل. طبعا لو مشكله جوهريه ندخل الاهل، بس بقول بلاش، لا تخص اهل ولا تخص اصدقاء. وصدقوني الحياه ما فيها حكايات، ودايما انا متاكده ان اللي جاي بيكون احسن من اللي فات. ولا انتوا ليكوا راي تاني؟